السلام عليكم، أهلا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة لبرنامج أكلة هنية. غدا إن شاء الله هنحتفل جميعا بعام ميلادي جديد، كل عام وأنتم بخير. وبهذه المناسبة السعيدة شيف حسن وسحر في الحقيقة مجهزين أطباق مفيدة جدا لهذا الاحتفال، ومن خلال اللقاء الطبي مجهزين لكل الطلبة والطالبات اللي بيأدوا امتحانات نصف العام، طبعا مع تمنياتنا للجميع بالنجاح والتفوق إن شاء الله. هنتكلم عن برامج تغذية مناسبة جدا لزيادة القدرة على الحفظ والانتباه والتركيز. معنا من خلال اللقاء الطبي دكتور أمير المصري، أخصائي تغذية علاجية. أهلا بيك معنا يا دكتور. أهلا بيك شيف حسن، مرحب بيك. سحر، كل سنة طيبة يا سحر. كل سنة وانتم طيبين. وانت طيبة يا أميمة، وكل السادة المشاهدين طيبين وبخير إن شاء الله. تكون يا رب يا رب يا رب سنة سعيدة علينا كلنا، سنة كلها أمل وتفاؤل في بكرة، إن بكرة يبقى جديد ويبقى أحلى. عايزين نودع يا أميمة سنة 2012، نودعها بكل مشاكلها ومرارها ومشاكلها والايام العصيبه اللي احنا شفناها، وان شاء الله نستقبل السنه الجديده بكل حب وبكل امل ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا دكتور، كل سنه وانت طيب يا شيخ حسن، كل سنه وكل الساده المشاهدين طيبين وبخير. شيخ حسن النهارده بمناسبه سنه 2013 عامل لنا اكلات جميله جدا، من ضمنها السويس رول، تورته السويس رول. احنا هنقولها في الاول علشان هي، بس هنقولها بعد الفاصل علشان هي هتاخد شغل كتير. ومعانا ايه تاني يا شيف حسن؟ معانا التشيكن رول بيف مع صوص الجريفي، ومعانا الخرشوف بالخضار جريتان، ومعانا البوم كروكيت اللي هي بطاطس بالكروكيت اللي هي بيض ودي وبقسماط في الزيت، ومعانا تورته السويس رول طبعا احنا مجهزينها، وهنعمل برضه هنعمل قدام المشاهدين علشان هي هتاخد شغل كتير. طيب هنقابلكم بعد الفاصل. مشاهدينا الاعزاء، ورجعنا لكم تاني. معانا الشيف حسن هيقول لنا على المقادير وطريقه عمل. اولا هنبدا بالتشيكن رول بيف مع صوص الجريفي. بالظبط كده، تمام. تشيكن رول بيف مع صوص الجريفي. يلا نقول المكونات. المكونات انا بجيب صدر فرخه، تمام. بجيب له بصلايه ببشرها عليه، يعني بشره بسيطه، ناعمه خالص كده، تمام. بجيب له ملح وفلفل، تمام. رشه ملح ورشه فلفل ابيض. فلفل ابيض. انا في العادي بستخدم الفلفل الابيض. ومعايا اللحمه المفرومه بتاعتها. لا فاهمين ايه الفرق بين الفلفل الابيض الفلفل الابيض؟ هو الكواليتي بتاعه عالي شويه، هو الجوده عاليه شويه، الجوده عاليه، وفي نفس الوقت كمان هو سعره عالي كمان عن الفلفل الاسمر. يعني الفلفل الاسمر ارخص؟ الفلفل الاسمر ارخص من الفلفل الابيض. تمام. ومعايا اللحمه المفرومه. كنت فاكره فرق الوان بس. لا عشان ما يبقاش فرق كبير قوي. ومعايا اللحمه المفرومه بتاعتي في رشه فلفل اسمر مع رشه ملح، تمام، مع برضه بشره بصل عليها. يبقى انا خدت البصل على اللحمه المفرومه وخدت البصل على الفراخ، تمام. هبدا الف بقى الجزر بتاعي. انا جايب حته جزره، تمام، قلب الجزرايه كله انا الفه. هلفه على الجزرايه بالشكل ده كده، تمام. انت هتلف اللحمه المفرومه على الجزرايه كده. اوكي، فيها بالجزرايه كده، وتبقى الجزرايه انسايد في النص كده. طيب
احنا هنقول المقادير للتشيكن رول بيف وهي على الهوا: نص كيلو صدور فراخ، ربع كيلو لحمه مفروم، 2 ثمرة جزر، 1 بصله مبشوره، ومعلقه ملح ومعلقه فلفل ومعلقه توابل، زائد صوص الجريفي بقى دوت. صوص الجريفي ده ناتج عن حرق عظم الفراخ اللي هو قفص الصدر بتاع الفراخ. انا بجيبه وبحرقه مع شويه دقيق وبوكيه جرنيه في الفرن. تمام. بعد ما بحرقه بوكيه جرنيه اللي هو الجزر والبصل والكرفس. الجزر والبصل والكرفس. تمام. بعد ما بحرقه بطلعه بروح حاطه في حله، مديها شويه ميه بسيطه وخليه يغلي، ينزل كل العصاره اللي فيه، اصفيه. وبعد ما كده بعمل له اللي هو راس اللي هو الدقيق، معلقتين دقيق مع معلقتين زبده. تمام. وبربطه احنا مش هنلف في بلاستيك الاول؟ لا احنا مش هنلف في بلاستيك، لان انا هنزل ميه هنزلها ميه وهتخش الفرن. طيب يعني احنا بنلف اهوت الفراخ. تمام. ادي اللحمه جواها الجزر متبله، اخده الملح والفلفل والبصل المفروم بتاعها، وادي صدر الفرخه قدامي اهو. تمام. انا لفيته. سنه ميلاديه جديده بقى، حقنا ناكل لحمه. هنا اللف هنا بضغط قوي، بضغط كده عشان يبقى كله معايا عباره عن قارون. العمليه سهله خالص. في الميه المغليه بالظبط. لا انا هدخلها الفرن، مش هدخلها في ميه مغليه. هحط لها بس هنا، هحطها في انا جايب لها ميه. طيب تمام. طب لازم اضغط هنا كده شويه واضغط هنا شويه. تمام. بحيث يبقى لما يطلع الرول بتاعي هيطلع من هنا متساوي من هنا متساوي عشان ما يطلعش منه الحشو. تمام. انا دخلته كده وتحت منها الميه بتاعتها وادخلها كده الفرن. طيب تعالى قول لنا بس الخرشوف المحشي بالخضار. كده تقريبا هو المقادير على الشاشه. الخرشوف محشي بالخضار. انا جايب الخرشوف جاي متفرز، بيتباع في السوبر ماركت، كيس فيه بتاع 8 قطع كده. تمام. وجايب له خضار بتاعي عشان يبقى هو ايتم خضار مصاحب للفراخ. يعني انا عندي البروتين وعندي بروتين اخد بروتين، يعني الفراخ اخد لحمه مفرومه، وانا عامل ايتم المصاحب ليها اللي هي الجرناتوره بتاعتها. اخد الخرشوف مجهز له بقى جزر وكوسه وبصل ومكعب مرق الدجاج ولاففهم في حته زبده مستويين ومتبلهم بالملح والفلفل. هحطهم هنا اهو كده بسيط قوي. تمام. ومعايا الصوص بتاعي، صوص البشاميل الابيض اللي احنا اتعودنا عليه لما نقول كوبايتين لبن. هنقول عباره عن معلقتين دقيق ومعلقتين زبده على النار اهو، ولبن بالظبط كده اهو. تمام. والجبنه الرومي بتاعتي دي جبنه رومي. وكده انا هجهز ان انا تخش الفرن معايا. الخضار ده ني يا شيف حسن؟ الخضار لا مش ني، الخضار مستوي. انا مقطع بشر الجزر وبشر الكوسه علشان لما تنزل على اقل درجه نار تبقى مستويه معايا. والبصل مقطعه جوليان ناعم او رفيع. اخد البصل والجزر والكوسه في حته زبده ومعاهم مكعب مرق الدجاج كده ظبطت التيست بتاعي خالص. غير الخرشوف بقى طبعا انا مديله الصوص برده مظبط له التيست بتاعه. طيب احنا هنقول المقادير وهي موجوده على الهوا دلوقتي. نص كيلو خرشوف مسلوق، بصله جوليان، و2 جزر مبشور، و2 كوسه مبشوره، ومكعب مرق الدجاج، وملح وفلفل اسمر او ابيض، وصوص بشاميل وصوص بشاميل. وشفنا الطريقه بشاميل وجبنه بسرعه بقى قبل ما نبدا اللقاء الطبي. تقول لنا بسرعه تورته السويس رول عشان نلحق نعملها. طيب تورته السويس رول 5 بيضات، كوبايه سكر، كوبايه وربع دقيق، معلقتين لو انا هعملها طبعا كوبايه وربع دقيق ولا كوبايه ونص؟ لا كوبايه وربع دقيق. طالما هحط كاكاو هقلل كميه الدقيق شويه. تمام. كوبايه وربع دقيق، معلقتين كاكاو، معلقه بيكنج باودر، باكوين فانيليا، او لو انا عندي فانيليا اللي هي السايبه هيبقى بالظبط كده نص معلقه فانيليا عشان على قد 5 بيضات. تمام. هضرب السكر مع البيض مع الفانيليا الاول لغايه ما يبقوا معايا كريمه. هكون مجهز من بره الدقيق، حاطط عليه البيكنج باودر وحاطط عليه الكاكاو، مقلبهم. مجرد ما يطلع عندي العجين واطلعه بالمضرب كده الاقيه عامل زي المنقار. لا بيمسك معايا زي الكريمه. هنزل بالدقيق وهبدا هخلطه على اقل سرعه او اخلطه بايدي عشان ما يقطعش العجينه مني. هكون مجهز له الصينيه او قارب على حسب المستطيل بتاعي. مش هيبقى راون بقى، مش مدور، هيبقى مستطيل لان انا طبعا عايز بالسويس رول عايز حاجه مستطيله. هصب فيها العجين وهدخلهم على درجه حراره 150 لمده حوالي بالظبط كده من 15 دقيقه ل 20 دقيقه. طيب نبدا اللقاء الطبي.
خلاص كده. في عندنا كروكيت، في عندنا بطاطس كروكيت. لا دي مش هتاخد وقت يا شيف، لكن التورته هتاخد وقت. اتفضلي. دكتور امير، برحب بحضرتك معانا. اهلا وسهلا. طبعا حضرتك شايف ان في عناصر غذائيه متنوعه موجوده في اكلتنا الهنيه النهارده. والله يعني جايب حاجات صحيه. فاحنا عايزين نتكلم كده بسرعه عن القيمه الغذائيه الموجوده فيها. طيب تمام. وبالنسبه مثلا للخرشوف اللي الشيف بيعمله دلوقتي ده، هو في نسبة حديد عالية وفي نسبة ألياف عالية جدا ومغذي جدا طبعا في فترة الامتحانات وفترة الشتاء اللي احنا فيها دي. والخضار طبعا اللي فيه معمول بطريقة صحية برضو، البشاميل بيض ولبن ودقيق. كل دي يعني بتدي، ممكن واحدة من دي تدي فعلا قيمة غذائية عالية جدا. تمام. وفي استخدم اللحمة والفراخ. طبعا اللحمة والفراخ طبعا بروتين طبعا مطلوب قيمة غذائية طبعا من الحاجات الأساسية. بس طيب دي الحاجات الأساسية اللي معانا النهارده. طيب دكتور، احنا في البداية قلنا للسادة المشاهدين ان احنا بمناسبة امتحانات نصف العام هنقدم برنامج غذائي يساعد على التركيز والحفظ واسترجاع المعلومات. فنتكلم عن البرنامج ده. هو بالنسبة هو نقول يعني زي نصايح عامة كده، لأن طبعا فرق في السن وفرق بين الناس. هنتكلم بصفة عامة عن الناس اللي حالتهم الصحية طبيعية، مفيش زيادة في الوزن. تمام. مفيش زياده في الوزن ومفيش حد عنده مشاكل صحيه تانية. بنتكلم عن الناس الوضع الطبيعي يعني. تمام. في دايما في الشتاء، دايما في فتره الشتاء الناس بتحب تاكل حاجات وجبات سريعه كتير، وحاجات اللي هي البطاطس المقليه والحاجات اللي زي كده. دي بتشبع فعلا، بتبقى سهله كمان في فتره الامتحانات دي، لكن مشكلتها ان هي الدهون المشبعه اللي فيها بتسحب الدم عشان تتهضم، فبتسحب معظم الدم في الجهاز الهضمي، فبالتالي بتقلل التركيز. اكيد. فاحنا كده لازم المفروض نسبه، احنا مطلوب كميه دهون كل يوم. بس لازم نبعد عن الدهون المشبعه زي القلي، الحاجات المقليه احنا ممكن نستعيد عنها بالدهون اللي هي زي من غير تسخينها يعني دهون الاسماك مثلا، دهون اللي في البروتين بصفه عامه، يعني الفراخ واللحمه والاسماك فيها نسبه دهون. فدي دهون دي دهون صحيه، دي كفايه قوي، دي اللي احنا محتاجينها يعني. والدهون النباتيه اللي بنستخدمها في الاكل الطبيعي، الزيوت العاديه. الزيت لما بيتحط على الميه في الطبيخ ما بيغليش، الميه بتغلي عن درجه حراره 100 والزيت ما بيغليش معاها، فبالتالي الزيت ما بيتحولش لدهون مشبعه. فهو كده مفيد، كده يعتبر مفيد. لما استخدمه في الطبخ مفيش مشكله فيه. تمام. طبعا بالنسبه للالبان والزبادي، دي حاجات اساسيه برضو لازم نحرص. هم في 6 حاجات اساسيه برضو عشان نبقى مرتبينهم كده. النشويات، تمام. دايما نقول النشويات اللي هي بتبقى بطبيعتها زي العيش الاسمر، زي نشويات زي البليله، القمح، زي الكورن فليكس. الحاجات دي كلها دي نشويات صحيه. تمام. والرز طبعا والمكرونه مش مشكله فيه. البروتين قلنا الفراخ واللحوم والاسماك. الاسماك احسنهم قيمه غذائيه لان الدهون اللي فيها غير مشبعه. تمام. بنتكلم برضو عن الالبان، اللبن والزبادي. وفي الخضار والفاكهه. تمام كده. والدهون طبعا دي موجوده بصفه عامه وسط الاكل. لازم كل يوم كل واحد ياخد ال6 حاجات الاساسيه دي. تمام. طيب هل في اغذيه في وقت الامتحانات حضرتك بتنصح الابتعاد عنها؟ احنا بنطالب ان احنا نبعد عن الاغذيه. قلنا الحاجات المقليه لان دي بتستهلك مجهود كبير من الجسم في هضمها، وبتدي سعرات عاليه كمان، فبالتالي بتاثر على التركيز. ممكن الواحد ياكلها يحس انه عايز ينام، يعني تركيزه بيقل، لان الدم كله بيتجه ناحيه المعده. بيتجه ناحيه المعده عشان هضم الدهون المشبعه دي. تاني حاجه برضو في ناس فكره غلط ان المنبهات زي الشاي والقهوه والحاجات دي بتساعد على التركيز. هي ممكن تبقى مفيده في حدود كميات صغيره، يعني القهوه في حدود ما تزيدش عن فنجانين صغيرين في اليوم، نسكافيه نفس القصه برضو حاجه، والشاي برضو كوبايتين في اليوم، مفيش مشكله منها. اكتر من كده هتزود تركيز شويه، لكن هتيجي في الاخر معظم اللي ذاكرته بيها معظمه مش هيبقى مفيد، لان انت بطريقه مش طبيعيه انت اجهدت العقل اكتر من اللازم. يعني هو كده يشرب 2 قهوه و2 شاي مش لا يا كده يعني هم حاجتين، يشرب واحده قهوه واحده شاي ماشي، بس طول اليوم ما يزيدش عن واحده الصبح وواحده بالليل مثلا. حاجات تاثيرها ضار اكتر من كده يبقى تاثيرها ضار. هي تعمل ايه يا دكتور؟ هي طبعا هي بتجهد العقل، يعني بدي العقل زي مجهود زياده عشان يركز فتره او افضل صاحي مثلا عدد ساعات اكتر من الطبيعي بتاعي، هياثر عليا تاني يوم في الايام اللي بعدها. بيستهلك من مخزون العقل ليه طاقه. انا يعني زي ما يكون حصان تعبان وبضربه، نفس القصه،
بيتعب اكتر. يعني هي منبهه لكن زيادتها مجهده. زيادتها مجهده، كل اعتدال في كل حاجه مطلوب طبعا. اكيد. ايه تاني؟ طبعا ايه تاني تنصح بيه البعد عنه ايام الامتحانات؟ يعني طيب بدل الشاي والقهوه والنسكافيه هنشرب منهم فنجانين بس في اليوم. تمام. يعني ايه المشروبات بقى المفيده؟ المشروبات التانيه كلها بقى في فتره الشتاء دي طبعا المشروبات السخنه زي النعناع، الكركديه، اليانسون، الحاجات اللي زي القرفه، الحلبه، الكلام ده. ممكن قرفه باللبن برضو قيمتها العاليه، قيمتها الغذائيه عاليه. طب استاذنكم معانا تليفون، معانا هبه من الشرقيه. اوكي. الو. ايوه هبه، اهلا بيكي معانا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله. من فضل حضرتك انا عندي ابني عنده 11 سنه. تمام. وما بيحبش الالبان خالص. تمام. ويعني طبعا حضرتك عارف ان احنا داخلين على امتحانات وكده هو، فكنت عايزه اعرف بديل مثلا عن الالبان، او يعني اعمل ايه عشان يحب الالبان. تمام. هو ما بيحبهاش ولا بيحصل له مشكله في حساسيه منها لا. او حاجه زي كده، ولا مجرد بس ان هو ما بيحبهاش؟ لا هو ما بيحبش اللبن الطبيعي خالص باي طريقه، سواء المبستر او الساي. تمام. والزبادي نفس الموضوع؟ والزبادي برضه. تمام. طيب تمام. شكرا ليكي يا هبه. ايه الحاجه اللي ممكن يعني اعملها عشان ياكل او كده؟ طيب تمام. اوكي. شكرا ليكي، كل سنه وانت طيبه. بالظبط. احنا زي ما الشيف عامل بشاميل مثلا في لبن، كيك والحاجات دي كلها ما بيدخل في تركيبها اللبن. يعني استخدمه انا في مأكولات حلويات ممكن يحبها من غير ما يبقى عارف، هو مش هيعرف طعمها طبعا. واكيد بيحب الكيك والتورته والكلام زي كده. اكيد. اللبن والبيض والحاجات دي بستغلها انا بقى في ان انا اديها للاطفال. هي برضه يا دكتور بتبقى حاله نفسيه لما الام يعني تشوف ابنها وهو بيشرب كوبايه لبن، هي ترتاح نفسيا غير ما تحطه في الكيك وبتاع. برضه هي يعني تتغلب على المشكله ان هو بيستفيد قوي يعني. بقدر الامكان هو لما يكبر شويه ممكن يقدر يبقى فاهم هو مصلحته في خلال سنتين ثلاثه، يعني من عمر 11 سنه ابتدى يقرب يبقى ممكن يستوعب بعد كده. الالبان طبعا مفيده مفيدة طبعا، دي اساسيه، وضروريه. دي اساسيه. طيب يا دكتور، حضرتك كده ذكرت كل المعلومات الخاصه بفتره الامتحانات ولا في معلومات تانية؟ طبعا بنهتم بالفواكه جدا، لان فيها نسبه الفيتامينات عاليه، فيتامين كل انواع الفيتامينات بصفه عامه، والخضروات الطازه. برضو الاطفال بتقابلهم مشكله ان هم الخضار، معظم الاطفال السلطه والخضار ما بيبقاش مش مهتم بيه قوي. فاحنا برضو ممكن نعمل حاجات اللي هم ممكن يحبوها، ندخل الخضار في حاجات تانية مع جبن مع فول. بيض مثلا ممكن يتعمل بالخضار مقلي، بحيث الطفل ممكن يعني ايه مش لازم اجبره انه ياكل الخضار كده بحيث يبقى كاربو مثلا. تمام. الفواكه دايما احسن حاجه فيتامين سي دلوقتي في الشتاء طبعا، عشان ما يحصلش نزلات برد وحاجات زي كده. الجوافه والبرتقال والاستفندي، الحاجات دي غنيه بفيتامين سي وده مهم جدا. الفيتامينات الثانيه كلها طبعا. تمام. طبعا بالنسبه للنوم برضو بنتكلم ان النوم حاجه اساسيه فتره الامتحانات دي. يعني متوسط النوم المفروض ما يقلش من 7 ل 8 ساعات يوميا. تمام. لكل المراحل الدراسيه، ابتدائي زي اعدادي زي ثانوي. طبعا هو في فروقات، طبعا في فروقات ما بين الكبير والصغير. يمكن الاكبر بيحتاج نسبه نوم اكتر ولا اقل؟ الاكبر في السن، يعني بنتكلم في فتره اللي هي المراهقه مثلا، فتره 11 12 سنه 7 8 ساعات كافيين ليه. لغايه سن مثلا 40 سنه في فتره الرينج ده يزيد شويه يقل شويه طبيعي. بعد كده الاكبر في السن بيحتاج نسبه نوم اكتر من الطلبه. تمام. معانا تليفون. اتفضلي يا صاحبي. معانا ابو احمد من اسماعيليه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كل سنه وحضرتك طيب. طيبه. كلم الشيخ حسن. اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك الشيخ؟ الله يخليك. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ والله منور الشاشه انت والاستاذه ومي والاستاذه سحر، وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه. وسنه جديده ان شاء الله تكون سعيده عليكم يا رب باذن الله. يا رب على الجميع يا رب ان شاء الله. والله واحنا مستمتعين باللي بيعمله الشيخ حسن بجد يعني. والله فعلا مبدع النهارده الشيخ حسن. الله يخليك يا شيخ. ايه اللي بتعمله ده يا شيخ حسن؟ ده كركت. كركت. كل حاجه بيعملها جميله والله. ربنا يخليك يا شكرا. والله. ليك اي سؤال او استفسار للشيف حسن؟ والله الشيف بعد اذنك عايز عجينه البيتزا بعد اذن حضرتك. عجينه البيتزا. حاضر. عايز اعمل بيتزا كده زي اللي انت عملتها قبل كده في حلقه سابقه قبل كده. حاضر. ماشي. حاضر تحت امرك.
اسمعني بقى يا احمد. احمد شكرا جزيلا. بالتوفيق يا فندم. الله يخليك، مع السلامه. بص يا شيف حسن، قبل ما عشان اميمه كانت بتسال سؤال مهم جدا، بتقول لك انت بتعمل ايه؟ نعرف. انا بعمل اكل الكروكيت. جميل جميل. يعني قول كده للساده المشاهدين بسرعه بقى. البطاطس الكروكيت هي حاجه سهله خالص. نفس احنا اخدين طبعا سيستم البطاطس. طبعا احنا عندنا البطاطس في المطبخ بتاعنا، المطبخ الفرنساوي بالذات عندنا مثلا مئات الانواع من البطاطس، وحكم ان احنا في جو الشتاء والبطاطس رخيصه وفي نفس الوقت فيها قيمه غذائيه، ولما بندخل عليها حاجه بتعلى القيمه الغذائيه بتاعتها، وممكن من المنطلق ده نشكل بقى ونعمل منها الاشكال. النهارده احنا عاملين سالقين بطاطس برضو نص سلقه، وفرمينها ومدينها معلقه لبن بودره، مدينها مكعب مرق الدجاج، مدينها الملح، مدينها الفلفل بتاعها، فلفل اسمر او الابيض، تمام، وعجنينها عجنه. جينا فردناها، عملنا عنها صوابع زي كده، قلبناها في الدقيق، وبعد الدقيق حطيناها في البيض، وبعد البيض حطيناها في البقسماط. بعد البقسماط مقرمشه بالظبط كده. بعد ما حطيتها في البقسماط بتبقى بالمنظر ده. لازم احطها في الثلاجه تشد شويه، يشد بقى البيض مع الثلاجه او الفريزر يا شيف حسن. والله لو انا مثلا هخزن ممكن اعمل، لو انا هعمل كميه واخليها زي ميزان بلاس او تحضيرات لاي يوم انا مستعجله فيه في اكل، هطلع وهقلي في الزيت على طول زي اللي بنجيبها يعني كروكيت دي بتبقى جاهزه. اعملها في البيت افضل وارخص وامن طبعا لو انا عايز وسهله يعني. هو الشيف حسن كمان حط دقيق ولف يعني ادي البلانشه اللي عندي اهي، انا برش الدقيق وبجيبه اهو، مجرد ما بعمل كده هي بتتلف. ايوه. وهي السر كلها بتاعها في الدقيق بتاعها، طالما ماسك فيها الاول بيبدا عليه البيض يمسك عليه البقسماط، يبقى انا كده قفلت البقسماط على البطاطس كلها. تمام. تنزل في درجه حراره زيت يعني من 100 ل 120 درجه بتكون، واوطي بعد كده، يعني انزلها في درجه حراره زيت عاليه، وبعد كده اوطي الزيت علشان ما تتحرقش مني، وفي نفس الوقت هي كلها مستويه. انا كل اللي عايزه تاخد اللون وتاخد حته الكريسبي بتاعت البن. ولازم نحطها في الثلاجه، عشان لو احنا عملناها وحطيناها في الزيت على طول هتفك. بالظبط يعني كده. هي الثلاجه هي لازم تحط في الثلاجه عشان تمسك. يبقى تحط مثلا ساعتين يا شيخ حسن؟ ممكن ساعتين، ممكن لو في الفريزر مجرد بالظبط كده، لو حطيتيها حوالي بتاع نص ساعه ولا ربع ساعه هشتغل فيها على طول وتشتغل فيها. لو انا عايز اخزنها ممكن في اكياس بلاستيك واطباق فوم، واحط في الثلاجه وما اخافش خالص، اطلعها بعد كده تفك وتشتغل بيها على طول. طيب معانا الحاجه امان. حاجه امان. ايوه اهلا بيكي معانا. اهلا بيكي. كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه. اتفضلي. كل سنه وانتم طيبين يا رب كده، وسنه سعيده يا رب عليكم وعلى مصر كلها يا رب ان شاء الله. اتفضلي. ممكن اسال الدكتور لو سمحتي؟ طبعا اتفضلي. ماشي يا فندم. السلام عليكم يا دكتور. السلام ورحمه الله. حضرتك انا عندي 65 سنه. تمام. وعندي مشاكل في ركبي شديده جدا، ما اقدرش يعني امشي حتى ابسط مشوار ولو 10 دقائق. ووزني تقيل والكل بينصحني اني اخف. صعب قوي نظام الرجيم ان امشي عليه، يعني زي ما بشوفه مثلا موصوف في اوراق او كده. تمام. حضرتك تنصحني اعمل ايه؟ ايه اللي صعب في الرجيم بالنسبه لك؟ قله الاكل يا دكتور. يعني انت جعانه ولا انت بتحب طبعا اكيد. لا في مشكله، في ناس بتبقى المشكله في الجوع، في ناس بتبقى مشكلتها ان هو بيحب اكله معينه، بيحب مثلا المشروبات الغازيه، بيحب الحلويات. فهو ممكن يكون مش جعان، ممكن ياكل ربع رغيف ويشبع بيه، لكن هو عايز ياكل مثلا حلويات. فهي دي مشكله ولا مشكله في كميه الاكل؟ هو صراحه يا دكتور انا بحب الاكل كله تمام. طب نشوفها ليه كلنا كده؟ فعلا زي ما حضرتك بتقول. تمام. يعني ببقى مش جعانه قوي، بس لو حد بياكل قدامي يعني بيشجعنا طبعا على الاكل. تمام. حضرتك عايزه برنامج غذائي للتخسيس. ايه الوصفه اللي تخليني يعني احس ان انا شبعت شويه او امشي عليها؟ مش لازم يعني اخس كتير قوي، يعني ممكن اخس بس مصلحه ركبي بعد اذنك يعني. تمام. طيب شكرا لحضرتك. تابعيني حضرتك بعد اذنك اخده. طيب تمام. نبقى في الكنترول مع المخرج. تمام. مع المخرج احمد ماهر. كلم حضرتك واديك الرقم. شكرا جزيلا. شكرا. دكتور، سؤال مهم جدا، ومتهيألي ان كل الساده المشاهدين هيستمعوا جيدا للاجابه على هذا التساؤل. يعني برنامج غذائي لانقاص الوزن. تمام. طبعا هو بالنسبه لانقاص الوزن بالنسبه للسن اللي سن 65 سنه،
طبعا معدل السن في الستات بالذات بعد سن 40 45 سنه بيبتدي يقل. معدل الحرق معدل الحرق الجسم مش بيحرق كويس. الجسم معدل الحرق يبتدي يقل في الرجاله برضه، بس الرجاله يمكن بعد سن اكتر من كده شويه. محظوظين في كل حاجه الرجاله يعني ما هو يعني اتفضل يا دكتور. فالمهم بيبتدي معدل الحرق، فلازم احنا المعدل الحرق مثلا اللي كنت باكله من 10 الاكل اللي كنت باكله من 10 سنين مش هيناسبني دلوقتي. يعني لازم كل فتره دايما بعد الست بعد سن 40 سنه تبتدي تحافظ على اكلها. نبتدي نبعد دايما عن الحاجات المقليه، يعني حتى لو مش قادر ان انا ابقى اكل كميه اكل قليله، طب اكل من الاكل الصحي. فابتدي مثلا طبق السلطه او اكل ثمرتين خضار لوحدهم حتى من غير سلطه مع نفس قبل الوجبه الاساسيه. قبل الوجبه الاساسيه. وممكن احيانا الناس بتنصح ان انا اخد ثمرتين فاكهه قبل الوجبه الاساسيه عشان في نسبه سكر بتشبع بسرعه. تمام. فابتعد عن المقليات في الاكل وابتعد عن المشروبات الغازيه. هي دي اكتر حاجات بتسبب زياده الوزن، حتى لو انا يعني لو انا باكل كميه اكل قليله لكن بشرب مشروبات غازيه معاه ده بيدي زياده ضعف السعرات على طول. او نفس القصه لو مقليات، لو مثلا الفراخ عملتها مشويه وعملتها مقليه هنا الضعف. صحيح. انا شبعت نفس سعرات حراريه اكتر في المقلي اكتر بكتير، وبتعمل برضو قله التركيز وبتعمل بعد كده مشاكل. ثانيا في مشكله ثانيه برضو، المقليات دي بتسبب ترسب الكوليسترول في الشرايين. فدي بتاثر في كبار السن دايما على شرايين القلب، بترفع الضغط. ثانيا حتى لو اطفال بقى من صغرهم متعودين على المقليات بيحصل ترسب حتى في شرايين المخ. فشرايين المخ او الاوعيه الدمويه بتاعه المخ بتبتدي كمان يحصل فيها تصلب شرايين على المدى الطويل. ممكن تقلل التركيز وتقلل الدوره الدمويه اللي واصله للمخ. فاحنا دايما حتى الاطفال ما عودهمش من صغرهم على المقليات دي. حتى لو بيحبها يبقى بمعدل يوم في الاسبوع مثلا، ما يبقاش كل يوم، مش على طول. مش كل ما يطلب بيلاقي. مقليات هي ضرر. ثانيا الزيت، ننصح ان الزيت ما يبقاش يستخدم كذا مره. هي مره واحده، هو برضو مره واحده ضرر، بس لما اول مره هيتقلي فيه هيتحول نسبه منه مثلا 50% يتشبع. المره اللي بعدها هيزيد، واللي تشبع اكتر ده هيبقى زيت محروق، هيبقى نسبه الدهون فيه، نسبه الدهون المشبعه فيه اعلى، وبيأثر اكتر طبعا على القلب وعلى الشرايين والكلام ده. معانا تليفون من الشرقيه. طيب يا حبيبتي، الاسم ايه سحر؟ اهلا بيكي. اتفضلي الحاجه شروق. الو اهلا بيكي شروق. الو اهلا وسهلا، سامعينك. انا الحاج احسان، ممكن اتكلم؟ اتفضلي. ايوه عايزه الدكتوره امير اساله سؤال، ممكن؟ اتفضلي، سامع حضرتك. طيب كل سنه طيبه الاول. السلام عليكم. عليكم السلام. الحاج احسان الشرقيه. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا عندي احفادي تمام، وبحب اعمل لهم مشروبات ساخنه زي ما حضرتك بتقول في الشتاء. تمام. فالسحلب بنشا ودقيق وسكريات، ممكن ولا الحاجات دي ممكن تدخلهم؟ الكاكاو باللبن. سنهم قد ايه؟ الكاكاو باللبن برضه بيتخن ولا ايه؟ بس هم بيحبوا الحاجات دي قوي. السن قد ايه؟ السن واحد في اولى ابتدائي والثانيه في ثالثه ابتدائي. تمام، صغيرين يشربوا براحتهم. تمام، اوكي. يعني ممكن بقى المشروبات دي، هم بيحبوا الاكل قوي كتير جدا طبعا ان هم يشربوا مشروبات غازيه او المعلبات والحاجات اللي زي كده. يعني احسن مليون مره ان انا اعمل في البيت ولو حتى حاجه سعراتها عاليه، لكن هتبقى مفيده، هتبقى مفيده ليه. تمام. فحاجات زي المهلبيه والرز بلبن قلنا مشروبات الكاكاو باللبن، السحلب، القرفه باللبن، الحاجات دي كلها في الشتاء طبعا فيها قيمه غذائيه عاليه. هي طبعا لو الوزن زياده المفروض ما يزودش عن كوبايه في اليوم مثلا او كوبايتين من الحاجات دي. لكن لو دي هتستبدل بمشروبات غازيه، لو كان بيشرب مشروبات غازيه او مشروبات معلبات يبقى دي احسن منها مليون مره. طب والعصاير الخارجيه دي حضرتك تنصح بيها ولا؟ العصاير الفريش يا اما اجيبها فريش من بره يا اما في البيت. المعلبات بتبقى غالبا كلها الوان صناعيه وطعم صناعي، ما فيهاش قيمه غذائيه فعليه يعني. هي ميه بسكر تعتبر. عصير الفاكهه نفسه. طب ايه الوجبه الخفيفه اللي ما تتخنش فتره المذاكره بقى للاطفال في السن ده؟ وجبه خفيفه ما بين الفطار والغدا مثلا. تمام. هو ممكن بالنسبه للاطفال نعمل لهم زي ما قلنا كده حاجات زي المهلبيه، حاجات زي كده سلطه فواكه، حاجات بتساعد دايما فيها فيتامينات وبتساعد على التركيز اكتر يعني.
تمام. وممكن حاجات زي ما الشيف عامل لنا مثلا تورته بالشوكولاته مثلا تبقى حاجه برضو جميله قوي الحقيقه. ممكن تبقى حاجات برضو فيها قيمه غذائيه. طب شكرا قوي يا دكتور. شكرا ليكي يا حاج، شكرا جزيلا حبيبتي، كل سنه طيبه. فواكه مثلا زبادي بالفواكه الطبيعيه، زبادي بالفواكه طبعا، او عصير لبن بالفاكهه، لبن موز باللبن، جوافه باللبن، كل ده طبعا. طيب في معلومه مروه معده الحلقه النهارده جايباها، يعني هي معلومه مفيده جدا بتساعد على المذاكره واسترجاع المعلومات والتركيز والانتباه. من المأكولات المفيدة جدا لتحقيق هذا الهدف الجزر والأناناس. الأناناس فيه فيتامين سي وفيه منجنيز، وطبعا العناصر دي مفيدة جدا للتركيز والانتباه. كمان من المشروبات المفيدة الروزماري واليانسون. اليانسون طبعا هو مشروب مهدئ، على فكرة هو بيساعد على توصيل الأكسجين للمخ، وده مفيد عشان بيخلي المخ بسرعة يقدر يحفظ المعلومات ويسترجعها بشكل أسرع. الكمون فيه زيوت طيارة ومفيد أيضا لتحقيق هذا الهدف. الزنجبيل بقى عشان هو بيساعد على توصيل الأكسجين للمخ بشكل كبير جدا، فهو يساعد على القدرات الإبداعية. يعني فعلا الجنزبيل ده مهم قوي. بشكل سريع بقى نقدر نقول ان احنا هنبتعد زي ما الدكتور قال، هنأكد على المعلومة دي، هنبتعد عن الأطعمة الغنية بالدهون، لكن في استثناء، المكسرات غنية بالدهون لكن الدهون المفيدة. تمام صح. فالمفروض ان احنا نتناولها في فترة المذاكرة وفترة الامتحانات. طبعا مع الكبدة واللحوم ومنتجات الألبان، كل الأغذية دي مفيدة قوي. هنبتعد عن الأغذية اللي محتاجة هضم زي مثلا الفول والعدس، البقوليات، الحاجات دي محتاجة بتبقى شوية جامدة على المعدة، مش كده يا دكتور؟ تمام، بتحتاج فيها الياف بتحتاج هضم اكتر، فممكن دي خليها بالليل في العشاء مثلا. يعني هي طبعا قيمتها غذائية عالية. والبروتين النباتي زي الفول والعدس والبسلة والكلام ده دايما بيسموه بروتين قليل الجودة. قليل الجودة بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو ما في حاجة اسمها احماض امينية بتبقى بتركب منها البروتينات في الجسم. النباتات البروتين الحيواني كل الاحماض الامينية موجودة فيه، كلته حاجة منه لوحدها كفاية. النباتي لازم اخلط اتنين ببعض، لان كل واحد فيهم فيه نوع نقص. فمثلا هنقول عيش وفول، يبقى كده الوجبة بروتين كامل. تمام. رز وبسلة، يعني برضو الناس برضو لو في حد مثلا، بعض الناس اللحوم برضو سعرها غالي، الفراخ مش شرط يبقى كل يوم موجود الكلام ده. فوجبه زي الفول والعيش، وجبه زي رز وبسله، رز وفاصوليا، مكرونه واي نوع من البقول، ده يدي قيمه غذائيه للبروتين. يعني دي وجبه، دي تعتبر وجبه حتى لو مفيش فراخ او حتى لو مفيش حتى لو مفيش فيه. طب يعني دايما بيقولوا الفول يا دكتور يعني بيبقى صعب شويه ان احنا ناكله مع فتره الامتحانات، مش عارفه ليه. لا هي مشكله يعني الفول، لا هقول لحضرتك مش بيأثر على حاجه ذهنيه، مش بيأثر على الذهن خالص. هي فكره الفول ان هو صعب الهضم، اليافه صعب الهضم. فبالتالي زي فكره برضو الدهون المشبعه دي، مع الفرق طبعا في الاهميه بينهم، بيسحب الدم بكميه كبيره ناحيه المعده عشان يهضمه. فبالتالي بعد ما باكله بساعه ساعتين الواحد يحس ان هو تركيزه قليل. فبالتالي ده زي ما بقول ممكن نستخدم فتره العشاء، يعني مفيش داعي نفطر. يعني سمير غانم في المسرحيه لما قال الاشاره الحمراء، فهو كان عنده حق فعلا. كل الحاجات اللي فيها الياف ناكل الفول، فالانتباه والتركيز بنفقده لحد. يبقى احنا نقول لكل لينا كلنا يعني، والطلبه طبعا اللي داخلين على الامتحانات، ان هم يكتروا من تناول الجزر، ويشربوا كمون وينسون وجنزبيل. الحاجات دي بتساعد، بتنشط الذاكره. واللي انا عارفاه برضو يا دكتور ان الجمبري بينشط الذاكره والاسماك بوجه عام. الاسماك بوجه عام فعلا احسن من البروتينات اللي موجوده ايا كان نوع. من احسن دايما اللحوم كل ما تكون اللحم الابيض زي التونه مثلا، اللحم الابيض في نسبه دهون اقل شويه، نسبه دهونها المشبعه اقل. اللحم الابيض اكتر من اللحم الغامق. انا شايفه شيف حسن مبدع النهارده جدا. ايه شايف الجمال؟ روايح احنا طلعنا الفراخ اهي بقت. الفراخ طلعتها قطعتها، اخدت الصوص بتاعها. دي الفراخ المحشيه لحمه؟ دي الفراخ المحشيه لحمه. انا عامل حاجه قبل الهواء علشان تلحق، لان الفراخ دي لما بلفها وبدخلها الفرن مع ميه، لازم لما تطلع تسيبها تبرد واحطها الثلاجه. ليه؟ عشان تجلتن الدهون اللي في الفراخ مع الدهون اللي في اللحمه، تبدا تجلتن كلها مع بعضها تمسك. لما اجي اقطعها زي كده، انا عامل واحده قبل الهواء، اقطعها تبقى طالعه السلايس بتاعي بالمنظر ده كده. اطار اللحمه، سلايز اللحمه، الفراخ جواه اللحمه، جواه الجزر. تمام.
طيب دكتور امير، في حاجه بس انا عايز تقول معلومه؟ اتفضل. بالنسبه طبعا الانيميا من الحاجات المنتشره جدا بسبب سوء التغذيه في المجتمع في مصر. صحيح. فاحنا عشان نعالج الانيميا الناس بتدي الاطفال عسل اسود وحاجات زي كده بيبقى فيها نسبه حديد عاليه. ده لازم يتاخد يا اما من غير عيش يا اما مع عيش ابيض. لان العيش الاسمر بيبقى فيه حاجه ماده في الالياف بتاعته بتمنع امتصاص الحديد، ماده اسمها فايتيت موجوده في الياف في الرده بتاعت العيش. فبالتالي يبقى انا لو هاكل عسل اسود علشان الانيميا يبقى لازم اديه للطفل من غير عيش، يا اما بمعلقه لوحده يا اما بعيش ابيض او عيش ابيض. انما العيش الاسمر او الكلام ده لا، برغم ان العيش الابيض بيتخن فيه سعرات حراريه اكبر، بس هو مفيد مع الاطعمه اللي فيها حديد. هو لو هيقدر ياكله لوحده من غير عيش مفيش مشكله. لو محتاج عيش يبقى عيش ابيض معاه، لو ده في اعتبار ان وزنه طبيعي. يعني بنتكلم على اللي هو اللي مفيش اي مشاكل ثانيه غير طيب دي معلومه جيده جدا. طيب اكل الشوكولاته يا دكتور مفيد فتره الامتحانات؟ اكل الشوكولاته مفيد، بس هي طبعا بتعلي التركيز وفيها ماده كافيين برضو منبهه شويه وبتسبب شعور كده بالفوريا كده بالسعاده لحد ما، بس برضو نحافظ في الكميه. يعني الشوكولاته بس الكميه. معلش انا هقاطع حضرتك، انا اسفه جدا بس احنا مضطرين نرفع اذان العصر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يعني عايزه اقول لكم الشيف حسن يوميما اثناء الاذان طلع لنا الخرشوف، عايزين نشوف شكله النهائي كده يا شيف حسن. ده كده شكله النهائي. جبنه رومي بقى سايحه، تحت منها البشاميل، تحت منها الخضار، قيمه غذائيه كلها متركبه. ده في نفس عشان الجبنه الرومي
بالظبط كده. لازم يتاكل سخن. طبعا يا اما جبنه رومي يا اما جبنه بارميزان، يا اما ممكن برضو لو انا عندي جبنه موتزاريلا، شويه موتزاريلا في الثلاجه بقى بيتزا ولا حاجه ممكن. والجبنه الرومي اعتقد انها لازم تبقى مش حادقه، يعني اللي هي الجبنه النص دي. بالظبط كده. عشان ما تديش حدوقيه. طيب شايف الحلو. الشيف حسن بقى عامل لنا لما ضربنا بقى الخليط اللي هو قال عليه طلع بالشكل ده. 5 بيضات مع كوبايه السكر مع كوبايه وربع دقيق مع معلقتين كاكاو مع معلقه البيكنج باودر مع نص معلقه الفانيليا. طلع لنا الخليط ده احنا عاملينه قبل الهوا، تمام. بنفس الصاج ده كده بنفس الحجم اهو. طيب تمام. على ورق زبده، عشان ده مهم جدا. ببدا بقى انا ببدا في حاجات بتبقى مثلا حاجات زي كده ببدا اشيلها، تمام. الزيادات اللي هنا ابدا اقصها، تمام. تاخد وقت يا أميمة اللفه دي برضو عايزه حرفيه شويه يا شيخ حسن ولا ممكن؟ لا والله لا مش مساله، لا اي حد ممكن يعملها مدام صح. يعني ممكن اعملها؟ لا طبعا، لا انت لا تعمليها وانت مغمضه طبعا، مش فيها كلام دي عباره عن هي العجينه بتاعت التورته مدوره، هي نفس العجينه بنفس طريقه الشغل بتاعها مع اختلاف المقادير اللي هو 5 بيضات، تمام. وهنصبها بدل ما نصبها في صينيه راوند، تمام، هنصبها في صاج اللي هو صاج المستطيل اللي زي ده كده، تمام. يبقى عشان نعملها رول بقى، عشان نعملها عشان نعملها ازاي. طيب اعملها شيف حسن، وهتكلم دكتور امير. طبعا حضرتك اخصائي تغذيه علاجيه، وحضرتك مجهز لنا برامج لتغذيه الاطفال والمراهقين، فعايزين نشير بسرعه للبرامج الخاصه بالاطفال. وفي تليفون يا سحر؟ في تليفون. مياده اهلا بيكي معانا. الو اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام يا مياده، كل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيبه، انا لسه هقول لكم كده كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه حبيبتي. علينا كلنا يا رب يا رب. وعليكي حبيبه قلبي. وعليكم جميعا يا رب ان شاء الله. وتسلم ايدك يا شيف حسن، ما شاء الله شغل حلو جدا الحقيقه. ما حسيتش بجد ان احنا عندنا عيد يعني. ربنا يخليك يا فندم. الله يخليك. اتفضلي حبيبتي. لو تسمحي لي حضرتك عندي سؤال للدكتور. اتفضلي. بس هو خارج الموضوع شويه، بتكلم عن الستريتش ماركس اللي هي بتبقى في الحمل بقى، اللي بتبقى في منطقه البطن، ازاي اعالجها؟ تمام. وهل استخدم الكريمات بتاعت الستريتش ماركس اثناء الحمل ولا استنى بعد الولاده؟ تمام. وهسال برضه الشيف بعد حضرتك على الوسيله نسمع الصوت بعد اذنكم. ايوه ميادة على الستيك شويه. هسال الشيف كمان بعد اذن حضرتك على تتبيله الريش البيتيلو. عايزه اتبلها تتبيله كويسه عشان هسويها في فرن البوتاجاز. تتبيله الريش البيتيلو. الريش شكرا ليك يا ميادة. تابعينا بقى. بالسلامه كده ان شاء الله باذن الله. الله يسلمك يا رب. ربنا يخليكي حبيبتي. مع الف سلامه. هي قالت انها حامل يعني؟ صح هي قالت. ايوه يا شيخ اتفضل. تتبيله الريش البيتيلو ببشر بصلايه، ببشر طماطمايه، تمام. بيبقى عندي ورق لوري حلو، بيبقى عندي مثلا سنه زيت. لو انا هاخدها ما فيش حد ولا حاجه، هاخدها على الطاسه على طول. بديها سنه ليمون، بديها سنه خل بسيطه قوي عشان تسويها لي، عشان البيتيلو تستوي بسرعه معايا، تمام. البشر البصل مع البشر البصل مع الطماطم مع سنه الزيت مع الليمون مع الخل، تمام، مع الملح مع الفلفل مع شويه ريجانو، تمام، مع ريجانو اللي هو الزعتر. تمام. لو انا حابه الريجانو مفيش مثلا في مثلا سنه قرفه بسيطه، تمام، معاه. بدعك الخليط ده كله، بتبل الريش بتاعتي واخليها ياخدها على الفحم، ياخدها في طاسه مسخن عليها. هي عايزه تحطها في فرن البوتاجاز يا شيخ؟ وممكن فرن البوتاجاز، بس ليها طريقه ثانيه بقى فرن البوتاجاز خالص. ممكن اقطع معاها بطاطس، سلايزات بطاطس، سلايزات فلفل، سلايزات طماطم، تمام، وافرشها تحت منها، واحط نفس الخليط اللي هو التمارينيه اللي انا عملته ده عليها، وادخلها فرن. دي تبقى حلوه. ومعلقه الزبده بقى عشان تخش تلمع معايا وتبقى تبقى طلع وبالهنا والشفا. انت كده جوعت. طيب انت بتسقي ايه بقى؟ بسقي انا جايب سيرب اللي هو العسل بتاعنا. عسل. اللي هو العسل العادي جدا، العسل بتاع الكنافه. سكر بقى. سكر وميه. طيب لازم اسقي. سؤال ميادة لحضرتك يا دكتور، كانت تقريبا بتتكلم عن الخطوط اللي هي الخطوط اللي بتظهر مكان الحمل. طبعا هي دي مشكلتها الجلد، بيبقى في طبقه اسمها كولاجين، دي بتحافظ على نضاره الجلد او الستريتش بتاع الجلد. لما بيحصل المط بتتملي طبعا نتيجه الحمل، فبالتالي بتقطع زي ما تكون قطع صغير في كل الطبقات دي. اول ما بتعمل بيبقى لونها احمر. طبعا دي المفروض ما تستعملش حاجه اثناء الحمل، يعني المفروض اثناء بعد الولاده بيبقى لون
الخطوط دي لونها احمر في الاول، بعد كده لونها بيتحول ابيض. لو تحول ابيض ملهاش حل للاسف، ملهاش حل الا بقى عن طريق الجلديه. بيتعمل زي تلوين للجلد اللي في المكان ده عن طريق اطباق الجلديه، بقى ليها تعاملات تانية بالليزر وحاجات زي كده. يعني المفروض علاجها من البدايه وهي المفروض اول وهي حمراء. لو هي حمراء واستعملت الكريمات اللي موجوده عشان الكولاجين ممكن ترجع تتظبط. مع تكرار الحمل هتزيد للاسف. طيب وهي لونها احمر بقى نتعامل معاها ازاي؟ ما هي في الفتره دي بس، هي طول ما هو في ستريتش للبطن مش هينفع فيه علاج، لانه كده كده بعد الولاده بعد الولاده على طول تبتدي تستعمل الكريمات دي بعد ما ان شاء الله ما تولد يعني. تمام. طيب يا دكتور هنتكلم بقى عن برامج التغذيه. بالنسبه للبرامج الغذائيه هنقول مثلا برنامج يعتبر مناسب للاطفال من سن 7 ل 10 سنين من فتره الابتدائي مثلا. تمام. المفروض احنا قلنا العيش هياخد رغيف بلدي في الفطار وفي الغداء وفي العشاء. تمام كده عشان تبقى سهله الناس تحفظها. تمام. بالنسبه للبروتين لو في حاجات عاليه التكلفه زي اللحوم والاسماك والفراخ تبقى ده يتضاف. تمام. وفي حاجات تانية متوسطة شوية زي الجبن والبيض والفول نفس القيمة الغذائية. نفس القيمة الغذائية بالظبط. تمام كده. يبقى ده يتحط في الفطار، يتقسم برضه على الفطار والغداء والعشاء. تمام. لو ما فيش لحوم في الغداء يبقى قلنا يبقى في نخلط نوعين بروتين نباتي مع بعض زي ما قلنا. الرز مثلا كنشويات لكن في نسبه بروتين برضه، وكذلك المكرونه وكذلك كل البطاطس والكلام ده كله. فمثلا خضار بسله وجزر، بسله وبطاطس، فاصوليا ورز، يبقى نخلط حاجتين مع بعض عشان يدينا قيمه البروتين الكامله. بالنسبه للالبان المفروض ياخد بمعدل كوبايتين لبن في اليوم على الاقل. كوبايتين بقى يا اما لبن لوحده او لما بيشربوه زي ما الناس سالوا يبقى يتحط يستخدم في حاجات تانية ان هو ياخد الكميه دي. الخضار دي ما يعادل مثلا نقول 3 ثمرات خضار على الاقل في اليوم، او لو طبق سلطه هياخد مثلا 3 معالق سلطه، يا اما ياخد ثمره خضار لوحدها مع كل وجبه. والفاكهه برضو معدل 3 ثمرات فاكهه، يا اما فاكهه يا اما عصير. يبقى ده يتقسم على مدار اليوم. يعني ممكن يتحط في السناكس، وزي ما لو في حلويات زي كده، في حاجه زي الزبده مثلا، ممكن زبده بحلاوه طحينيه، دي حاجات فيها نسبه دهون وسكريات عاليه لكن مش ضاره زي المشروبات الغازيه والحلويات والبسكوت والحاجات اللي في السوبر ماركت. يبقى لو الطفل متعود على انه ياكل حلويات استبدلها له مثلا مربى بالزبده، حلاوه بالزبده، عسل، طحينه، حاجات زي كده بتدي له قيمه غذائيه عاليه وبتدي له حديد وفيتامينات محتاجها. تمام. ننتقل بقى لمرحله عمريه اخرى، مرحله المراهقه مثلا. الاكبر من كده نتكلم مثلا في سن لغايه 14 سنه، المفروض ده هيستعمل رغيف ونص في الفطار وفي الغداء وفي العشاء. ده باعتبار ان هو كل وجبه رغيف ونص، كل وجبه مع الاعتبار ان هو وزنه طبيعي، ما يكونش حد عنده زياده في الوزن. الكلام ده في اللي هو وزن طبيعي مش محتاج يقل او يزيد يعني. تمام. يستعمل رغيف، هنزود كميه العيش عليه شويه طبعا عشان السن. تمام. البروتين نفس الكلام، هي قيمه نفس الحاجات بتزيد، بنزود الكميه بمعدل. مثلا لو الطفل في السن الصغير ده هنديله في الفطار مثلا بيضه مسلوقه، الاكبر منه لازم ياخد 2. بنزود كميه البروتين مثلا في الفراخ، اذا كان بياخد ربع ممكن ياخد اكتر شويه، ممكن نزود معاه بروتين نباتي. اهم حاجه ان احنا نعتمد في مشكله العصر اليومين دول في الحاجات السريعه. بالظبط. انا اعتمد في البيت ان انا اقدم للناس الاطفال اعمل لهم وجبات يحبوا ياكلوها، وانوع في الحاجات، ما يبقاش كل مره او حاجات ثابته بحيث ان هو يكرهها يضطر ينتقل للوجبات اللي بره، او الحاجات السريعه زي البسكوتات والشوكولاتات والكلام ده اللي هم بيحبوها قوي. الناس بتحبها، وثانيا هي بتشبع. ممكن الواحد يكون جعان وبيذاكر ومكسل ياكل، فبيجيب مثلا بطاطس مقليه مع وشوكولاته وعصير او كده ويعتبر ان هو كده وجبه غذائيه. لكن لا، ده كده غلط جدا، هي بتديك سعرات بس لكن مفيش اي قيمه غذائيه فيه. طبعا التلبيخ بره ده مش مطلوب يا دكتور، مشكله كبيره طبعا. طيب دلوقتي الشيف حسن يا أميمة، شفنا احنا لف السويس رول. انت حطيت كريم شانتيه جواه. كريم شانتيه. انا شغال النهارده بنوعين كريم. نوعين كريمه اللي هو كريم الشانتيه ماشي، وكريمه الشوكولاته. كريمه الشوكولاته اللي هي عباره عن كوبايه. انت المهم انت حطيت فردت الكريمه، فرشت الكريمه ورحت مكسرات. رشيت مكسرات ولفيت الرول. لفيت اهو بقى بالشكل دوت. الرول بقى بالشكل ده، وبعدين بيتحط في الثلاجه ولا في ايه؟ في الثلاجه، لازم يتحط في الثلاجه مثلا ما يقرب من حوالي لا يقل عن مثلا 4 ساعات ولا 3 ساعات. يشد يعني. علشان يبقى بالمنظر ده. عمل لنا بقى شيف حسن جزء الشجره كده بمناسبه السنه الجديده. بالظبط. ودلوقتي انت بتجمله بالصوص الشوكولاته. بالصوص الشوكولاته. وقلت لي معايا 4 انواع او حاجات كده اهو. معايا الكريمات الالوان اللي انا هلون لسه بيها. قلنا صوص الشوكولاته او كريمه الشوكولاته بمعنى اصح. كوبايه ونص زبده، 3 كوبايات سكر بودره، بضربهم مع بعض كويس قوي قوي لغايه ما يبقوا كريمه. بنزل عليهم بكوبايه كريمه لبان. اخفقهم قوي قوي يطلعوا معايا. اكون مسيح نص كيلو شوكولاته مسيحها على النار في ميه سخنه. وممكن كاكاو.
خام ممكن مثلا اعمل كاكاو، دي هتبقى حاجه ثانيه اسمها جناش. لكن ده انت عامله بالظبط كده بالشوكولاته الخام. بعد ما بيطلعوا معايا كريمه اللي هو السكر بودره مع الزبده مع الكريمه لباني، تمام، بنزل عليهم بالشوكولاته السايحه مع الضرب جامد او مضرب سلك او مضرب كهرباء لو موجود، بيوصل معايا الكريمه اللي هو كريمه الشوكولاته بتبقى المنظر بتبقى كده. حطها بقى في القمه وهنشوف بقى الشيف حسن يعني عامل لنا هيزوق بقى بكذا نوع من الكريمه وكذا لون. طيب دكتور حضرتك كده اتكلمت عن كل البرنامج الخاص بفتره المراهقه فترة المراهقه احنا طبعا بنتكلم، حضرتك قلتي برضه في وسط كلامك كان عن المكسرات، ودي من الحاجات اللي فيها نسبه دهون فعلا غير مشبعه مفيده جدا للتركيز للكبار والاطفال. تمام. باعتبار برضه ان الوزن يكون طبيعي. هي يعني زي ما هي ممكن تزيد الوزن، هي طبعا لانها دهون. يعني زي فكره مثلا زيت الزيتون، في ناس كتير مفترض ان زيت الزيتون ده صحي، يبقى لو خدت منه كتير ينقص الوزن. لكن هو زيت الزيتون فيه سعرات زيه زي السمنه البلدي، زي الزبده اقل في السعرات منه. الزبده اقل من اقل في السعرات في السعرات الحراريه، لان الزبده 40% منها ميه. لكن لو حطيتي معلقه زبده لو ساحت هتقل النص، حجمها هيقل، الميه تتبخر منها. فنستعملها وهي ناشفه للاطفال، يعني الزبده وهي جامده للاطفال مع المربى مع الحلاوه الطحينيه مع الكلام ده مفيده. اقل سعرات مديها دهون، برضه هي دهون حيوانيه مفيده طالما ما تسخنتش. تمام. الزيوت النباتيه طبعا مفيده جدا، نستخدمها برضو على اي مأكولات بكميات مش مفتوحه، يعني كميه زيت الذره وعباد الشمس زيت عباد الشمس، زيت الزيتون، كله نفس الفكره. افضلهم زيت الزيتون. تمام. تمام. بس احنا كده في برامج غذائيه اخرى؟ لا، هو احنا بنتكلم طبعا هو برامج غذائيه، احنا بنتكلم بصفه عامه، يعني هي الست حاجات اساسيه بس لازم الست كاتيجوريز الكبيره دي لازم كل طفل ياخد منها، والكبار كمان. نشويات وبروتين ودهون وخضار وفاكهه والبان. لازم كل يوم في ال 24 ساعه اكون احرص ان انا الطفل ياخد الكميه المناسبه من كل حاجه من دول. طيب يا ترى يا دكتور مع اختلاف النوع ممكن ننوع في القيمة الغذائية في الأكل؟ يعني هل المرأة ليها مثلا أغذية معينة، الرجل ليه أغذية معينة؟ البنات من بعد سن البلوغ بيحتاجوا نسبة حديد أعلى شوية، لأن في نسبة فقد دم في الدورة الشهرية أكتر طبعا. فبيحتاج يهتم بالنسبة للبنات لأن بيبقى عندهم أنيميا دايما في السن ده. ثانيا البنت نسبة الحرق عندها أقل من الولد، فلازم كمية الأقل. لو الولد في سن مثلا 10 ل 12 سنة هياخد رغيف ونص، البنت تاخد رغيف، لان نسبه العضلات فيها اقل ونسبه المجهود اقل، فبالتالي نسبه الحرق اقل شويه. والبنت في فتره بالتالي في يعني فتره طويله جدا من عمرها، فتره الطمس، ان احنا نقدم لها اغذيه غنيه بالحديد، محتاجة زي الكبده وايه تاني، الكبده واللحوم والعسل الاسود، وموجود في الخضار الخضار الجرجير وورق العنب والخس وكل الحاجات الخضار الورق اكتر في نسبه حديد اعلى. وطبعا نقلل من الشاي والكلام ده والمشروبات الغازيه الغامقه، لان فيها دي بتمنع امتصاص الحديد من الاكل. طيب وقتنا خلص يعني للاسف، بس احنا عايزين نتابع الشيف حسن كده جايب كريمات الوان، مش كده يا شيف؟ بالظبط، عشان نزوق بيها يعني كل ست بيت بقى وطريقتها وشطارتها بقى في الزواق. طيب احنا هنستعرض معاكم الاطباق. الاطباق، اتفضل يا شيف. عندنا التشيكن رول بيف، تمام، مع صوص الجريفي. عندنا الخرشوف الجريتان بالخضار. عندنا البطاطس كروكيت، تمام. عندنا اللي هي النهارده صوص رول بالشوكولاته، دي بمناسبه السنه الميلاديه الجديده. دي بمناسبه وكل سنه وانت طيب. انت طيب. وانت طيب. دكتور امير المصري، اخصائي تغذيه علاجيه، شرفتنا يا دكتور. شكرا جزيلا على معلوماتك القيمه. جزيلا شكرا شيف حسن، وكل سنه وانت طيب. سحر، كل سنه طيبه يا سحر. شكرا. ميمه وخير، وكل الساده المشاهدين طيبين. والشيف حسن هيكمل لنا اهو الازواق عشان هو نفسه يزوق التورتايه ونشوفها من خلال واحنا على التتر يعني.